على مدى 100 عام في المنطقة الغامضة أين يقع مثلث بيرمودا حوالي 100 سفينة وطائرة اختفت. بينما يحاول العلماء العثور على سبب هذه الاختفاءات الغامضة والكوارث الهائلة في هذه المنطقة، تبدأ حالات شاذة مماثلة في الظهور في جميع أنحاء العالم. إذن ما الذي يمكن أن يكون أكثر خطورة من مثلث بيرمودا؟ يتم تخزين العشرات من هذه الرسائل في الصناديق السوداء للطائرات التي تحطمت فوق مثلث بيرمودا في ظل ظروف غامضة. يغطي الإقليم من جزر بيرمودا وفلوريدا إلى بورتوريكو. مساحة هذه المنطقة كبيرة جدا ويبلغ حوالي 805,000 كيلومتر مربع، يقدر بحجم اليابان مرتين. بالإضافة إلى ذلك فهي أيضا مكان لأعمق نقطة في المحيط الأطلسي، مايلوكي ديب، والتي تناسب جبل كيلمانجاروس ما يقرب من 1.5. لذلك ليس غريبا أن أجزاء كثيرة من السفن والطائرات المفقودة في هذه المنطقة لم يتم العثور عليها بعد. ولكن حتى عندما تمكن الباحثون من العثور على السفن المفقودة فإن ما شاهدوه هناك لم يكن له أي معنى. على سبيل المثال في عام 1944 اكتشفت البحرية الأمريكية السفينة الأمريكية بالقرب من فلوريدا في مثلث بيرمودا تسمى روبيكون. تم فقد أي اتصال بها قبل شهر من العثور عليها عند مغادرتها كوبا إلى هافانا. لذلك اعتقد الجميع أن السفينة غرقت. جنون أقارب الركاب وهم يحاولون معرفة مكان أقاربهم. رأى الجيش فورا أن السفينة كانت آمنة وسليمة، ثم هارعوا لإنقاذ الركاب الموجودين على متنها. ولكن رغما من أنه كان من المفترض أن يكون على متن السفينة 300 شخص، خرج كلب من العدم فجأة يركض فوق سطح السفينة، ولم يكن هناك روحا بشرية يمكن العثور عليها. من المدهش أن الأشياء والإمدادات الغذائية ظلت على حالها، وكأن هؤلاء تبخروا من السفينة في لحظة. إلا أنها ليست الحالة الوحيدة التي وقعت. في وقت سابق حدث موقف مشابه للسفينة الفرنسية روازاليا التي كانت متجهة إلى هافانا من هامبورغ عام 1840. وجدت في بحر سارجازو قريبا من مثلث بيرمودا. يبدو أن الوقت على هذه السفينة قد تم تجميده، وكذلك كان الغداء ينتظر البحارة في المطبخ، لكن لم يكن هناك شخصا واحدا على متنها، فقط كان ريجاء يزقزق في قفص. على وجه التحديد حدثت نفس القصة تحديدا لسفينة أمريكية تسمى ماري سيليست عام 1872. كانت في طريقها من نيويورك إلى إيطاليا عبر مثلث بيرمودا، وتم العثور عليها بعد عام واحد فقط بالقرب من جزر الأزور. على متن السفينة وجدوا كنوزا لم يمسها أحد، وفي مقصورة القبطان وجدوا قطة على قيد الحياة، لكن يبدو أن الطاقم نفسه قد تبخر أيضا. ولكن أسوأ ما يجعل هذه المنطقة مميتة هو حقيقة أنها لا تمتد إلى البحر فحسب، بل تمتد أيضا إلى السماء. عام 1945 الرحلة رقم 19، وهي سرب مكون من 5 قاذفات توربيد تابعة للبحرية الأمريكية، اختفت فجأة في السماء أثناء ممارسة التمارين الروتينية. تبدو نظرية الفشل المتزامن لجميع الطائرات ال5 مذهلة. إلى جانب ذلك تم اختبارهم بدقة قبل المغادرة. هناك فجوات منطقية أكثر في القصة التي حدثت. طائرة بيتشكرافت بونازا في 4 من كانون الأول ديسمبر 1970 أقلع طيار و2 من الركاب من جزيرة أندروس في جزر البهاما وتوجهوا إلى ساحل فلوريدا. كان عليهم قطع مسافة 400 كيلومتر، والتي تستغرق 90 دقيقة من الطيران على ارتفاع 3500 متر. رأى الطيار سحابة غريبة استوانية الشكل. كان قطر الأنبوب أكبر من كيلومترا واحدا، وبدا طوله لا نهاية له. نظرا لأنه كان عملاقا لم يكن لدى الطيار خيار سوى المرور عبر السحابة. عندما حلقت الطائرة في داخلها حل الظلام. فجأة بدأت ومضات بيضاء ناصعة بالظهور حول الطائرة، مما أضاء كل شيء حولها. ومع ذلك وفقا للطيار لم يكن البرق قد بدأ بالفعل حينما استعد لتوديع الحياة. لكن بعد حوالي دقيقة شاهد النور في نهاية النفق. بدأ نفق السحابة يضيق، وفي الوقت نفسه توقفت الأجهزة الإلكترونية عن العمل، ودارت إبرة البوصلة بشكل عشوائي. في مرحلة ما شعر الطيار بانعدام الوزن وتحطمت الطائرة بين الغيوم. في الوقت نفسه اتضح أنهم كانوا بالفعل في ميامي تقريبا، رغم من أنه كان قد مرت 47 دقيقة على الرحلة. كما استخدمت الطائرة وقودا أقل من المعتاد، ولم يكن لدى أي شخص كان على متنها في ذلك اليوم فكرة عن كيفية تمكنهم من الوصول إلى هناك.
في وقت مبكر. لكن أكثر ما لا يمكن تفسيره حتى يومنا هذا هو فقدان الرحلة رقم 914 من خطوط بان أمريكا العالمية، وهي على متنها 57 راكبا. في 2 من تموز يوليو عام 1955 أقلعت الطائرة من نيويورك، وكان من المفترض أن تهبط في ميامي بعد 3 ساعات، لكنها اختفت عن كل الرادارات. لم يتم العثور على حطامها لفترة طويلة. كان يعتقد أن الطائرة تحطمت وتوفي جميع الركاب. بعد 37 عاما نشرت صحيفة ويكلي وورد نيوز مقالا غير عاديا حول هذه الرحلة. قالت أنه في 9 من سبتمبر في مطار كاركيلاس في فنزويلا من العدم ظهرت نقطة جديدة على الرادار، كما لو أن الطائرة ظهرت للتو من العدم. بعد الهبوط اتصل الطيار بالبرج وسأل عن مكانه، لأنه كان بحاجة للوصول إلى مطار ميامي في وقت محدد، وبالتحديد في الساعة 9:55 صباحا في 2 من يوليو من عام 1955. قيل للرجل أننا في عام 1992 أصيب القبطان بالذعر وبدأ في الصراخ، وأعلم طاقم المطار ألا يقتربوا من طائرته. بدأ في تشغيل المحركات من جديد وبدون انتظار الإذن بالإقلاع. رفعت الطائرة في الهواء واختفت من الرادار مجددا. رغم أن هذه الأحداث في مثلث بيرمودا غامضة جدا، لا ينبغي الوثوق بويكلي وورد نيوز لصحافة التابلت. من خلالها توصلنا إلى تفسيرات الخوارق لجميع الأحداث الجارية في أمريكا. لذلك اشترى المزيد والمزيد من الناس صحفهم، والتي كانت مختلفة عن الأخبار الأخرى. لذلك يواصل العلماء استكشاف هذه المنطقة الخطرة، ولا زالوا يحاولون إيجاد تفسير علمي للكوارث التي حدثت هنا. كانت هذه الكلمات الأخيرة لطيار الرحلة آن 3808H في 28 من يونيو عام 1980. منذ لحظة تسجيل الرسالة وحتى يومنا هذا تعتبر الطائرة والطاقم مفقودين في مثلث بيرمودا، لكن لا أحد يعرف بالضبط ما الذي أخاف الطيارون في السماء. رغما من أن العديد من العلماء يعتقدون أنهم تمكنوا من حل لغز المنطقة الغامضة في البحر، إلا أن لكل منهم نظريته الخاصة. يقترح بعض الباحثين أن سبب حطام السفن في هذه المنطقة هو عدد كبير من الظلال والشعاب المرجانية، لكن هذه النظرية كانت تستحق الدراسة فقط منذ سنوات عديدة عندما عبرت السفن الخشبية المحيط. وبالنسبة للمعدات الحديثة على متن السفن، لم تعد هذه مشكلة خطيرة بعد الآن. يهتم باحثون آخرون بالفقاعات في مياه مثلث بيرمودا، والتي تظهر من الشقوق في الصفائح التكتونية. وفقا للعلماء، هذا غاز ميثان متفجر يتحول إلى فقاعات عملاقة. عندما يصلون إلى السطح يمكنهم تدمير أو حتى ابتلاع سفينة بأكملها. لكن هذه النظرية لا تعتبر أن بعض السفن التي اختفت في مثلث بيرمودا قد وجدت، علاوة على ذلك وهي سليمة تماما. ومع ذلك هناك نظرية واحدة يمكنها تفسير هذا. يقول جيولوجيون أنه أثناء العاصفة يمكن أن تولد الأمواج الأشعة تحت الصوتية، والتي لها تأثير ضار على الجهاز العصبي. نتيجة لذلك يشعر طاقم السفينة بالذعر والخوف يغلب الفطرة السليمة، وهؤلاء الأشخاص ببساطة يندفعون إلى البحر. لهذا السبب تم العثور على العديد من السفن في مثلث بيرمودا بدون ركاب، ولكن على متنها أشياء سليمة. لكن هذه النظرية الثلاث لا علاقة لها بالطائرات. تم اقتراح نظرية معقولة إلى حد ما من قبل عالم الأرصاد الجوية ستيف ميلر في صور الأقمار الصناعية لوكالة ناسا. لاحظ غيوما سداسية غير عادية بحواف مستقيمة فوق مثلث بيرمودا. يقترح ستيف أنهم قادرون على توليد قنابل جوية. هذه تيارات رياح حادة يمكن أن تصل إلى سرعة الإعصار حوالي 300 كيلومتر في الساعة. هذه القوة كافية لإغراق سفينة كبيرة نسبيا أو تحطم طائرة في غضون دقائق. ولكن لتأكيد هذه النظرية هناك حاجة إلى ملاحظات إضافية. بعد كل شيء فإن الصور لا تظهر وجود أي قمع في الغيوم يتم من خلالها توجيه الهواء للأسفل. أصبح مثلث بيرمودا مشهورا بفضل عدد كبير من التحقيقات في وسائل الأعلام والأفلام الوثائقية والأفلام الروائية. لذلك يحاول البشر العاديون أيضا حل هذا اللغز. مثلا
تحت أحد المقالات على الإنترنت حول برمودا. في التعليقات طرحت جيدن هونساكر فرضياتها الخاصة وبدأت في الشرح: لماذا لا تختفي السفن فحسب، بل الطائرات أيضا في المثلث؟ الشيء هو أن كريستوف كولومبوس أثناء رحلته البحرية عام 1492 رأى وميدا في السماء. في سجله كانت هناك سجلات تفيد بأن السماء أصبحت فجأة مشرقة، وبعد ذلك بدأت إبر البوصلة تتصرف بشكل غريب. تقترح الفتاة أن هذا الفلاش يمكن أن يكون كويكبا مغناطيسيا، ونظرا لأن الطائرات والسفن مصنوعة من المعدن فمن الممكن أن تنجذب إلى قاع المحيط الأطلسي. الطائرة أو ما شابه سقطت هناك. لقد واجه العلم بالفعل الكويكبات التي لها مجال مغناطيسي خاص بها، لكن هناك شيء واحد: إذا سقط مثل هذا الجسم في المحيط في القرن ال15 لكان من الممكن حفظ سجله في سجلات كولومبوس. وحتى كولومبوس نفسه الذي كان قريبا من موقع الحادثة، فإنه بمجرد أن شعر بالتأثير المغناطيسي هناك كان سوف يموت من جراء تسونامي عملاق. لكن بينما يحاول البعض الاقتراب من مثلث بيرمودا بطريقة علمية وآمنة، وجد منظرو المؤامرة بالفعل ما يعتقدون أنه الإجابة الأكثر منطقية. يعتقدون أن هذه المنطقة نقطة ساخنة للنشاط الفضائي، حيث تقوم كائنات خارج الأرض باختطاف البشر لدراستها. لذلك على متن جميع السفن الموجودة في مثلث بيرمودا نجت الحيوانات فقط، ولم تمس الشحنة الثمينة. هناك الكثير من الأدلة لدعم هذه الفرضية، واحدا منهم موثق في الجريدة اليومية اليونانية مطبعة أديس مافتوس. في 17 من أغسطس عام 1995 أجريت مقابلة مع بحار وتاجر ومشغل راديو على بليوكاربس بنزاس. ادعى البحار أنه خلال إحدى رحلتهم إلى البحر شعر أن هناك خطأ ما عندما بدأت السفينة في المرور عبر الأمواج بسرعة لا تصدق، رغم من أن المعدات أظهرت السرعة المعتادة والأحاسيس لم تخذل البحار. بعد بضعة دقائق بدأ كابوس مفزع على متن السفينة. أولا مرض قبطان السفينة بشدة، بدا له أن يديه كانتا ثقيلتين جدا ولم يستطع رفعهما إلى دفة القيادة، ولم يستطع قائد الدفة أن يحافظ على مسار ثابت لأن البوصلة كانت تدور بطريقة جنونية. ثم لاحظ الطاقم أنه قد مرت ساعتين. فجأة رأى سبينزاس جسما طائرا كبيرا أبيضا غير معروف في السماء، انضم إليه اثنان آخران صغيران. ركض البحار فورا لإرسال رسالة حول ما حدث باستخدام شفرة مورس، لكنه لاحظ أنه بدأ فجأة في التحرك ببطء شديد. في نفس الوقت حاول بحار آخر إشعال سيجارة، لكن لم يخرج منها شيئا لأنها احترقت فورا. في الوقت نفسه شعر طاقم السفينة بأكمله بنبض قلب بطيء بشكل غير طبيعي. سبينزاس مقتنع تماما بأنه واجه شيئا خارج كوكب الأرض. في ذلك اليوم في مثلث بيرمودا يمكنه التلاعب بالوقت. في بعض الأحيان تعترف المؤسسات الرسمية أنها لاحظت شيئا غريبا في مثلث بيرمودا. على سبيل المثال هذه الصورة تم الاستيلاء عليها من قبل القوات الجوية الأمريكية في عام 2020، ومع ذلك فإن محاولة كشف ألغاز مثلث بيرمودا لا تنتهي بإصدارات UFO. مثلا الكاتب تشارلز بيرتوز له نظريته الخاصة، يدعي أنه في وقت سابق في موقع المثلث كان من الممكن أن يكون هناك عاصمة حضارة قديمة متطورة. بالطبع يعتبر معظم العلماء مثل هذه النظريات حول وجود المدن المفقودة مجرد خيالا وأساطير، ولكن هناك من هو مثل بيرتوس لا يشك في وجود أتلانتس. يعتقد الكاتب أن اختراعات الأطلنطيون القدماء يمكن أن تكون سببا لجميع الكوارث في المنطقة. يقترح أن الأطلنطيون قد طوروا صيغة تسمح لك بتجميع الطاقة الفضائية في بلورة. بفضل مساعدتها كان من الممكن إنشاء أشعة شمسية ونجمية مشابهة لأشعة الليزر، كانت تستخدم بشكل أساسي في البناء، ولكن في عصرنا كان بإمكانهم تدمير التكنولوجيا الحديثة. عندما غطى فيضان كبير أتلانتس ذهبت البلورات أيضا إلى القاع، لكنهم لم يتوقفوا عن أداء عملهم. لهذا السبب فإن السباحة في هذه المنطقة بوجود المعدات والبوصلة تفشل هنا، على عكس فرضية العلماء تشرح النظريات حول الأجسام الطائرة المجهولة وأتلانتس كل شذوذ المثلث. ولكن في الوقت نفسه لم يثبت العلم وجود الأجسام الطائرة المجهولة ومدينة أتلانتس الأسطورية.
لذلك لا أحد لديه أدلة مقنعة. وهكذا لا نزال عاجزين عن كيفية حماية البشر من الحوادث في هذه المنطقة. في غضون ذلك تظهر حالات شاذة مماثلة في أجزاء أخرى من العالم. Just really briefly, what is the problem you're having? I have a marine emergency and I would like to speak to a QI. حاول أكثر من فريق من البحارة إنقاذ سفينتهم بعد أن دخلت في مياه خطرة بين بيرمودا وفلوريدا وبورتوريكو، لكن هذه ليست منطقة الخطر الوحيدة في محيطات العالم. تجذب إحدى هذه الحالات الشاذة العلماء والسياح والغواصين المتطرفين. نحن نتحدث عن أستراليا، والتي يمكن أن يطلق على الساحل الغربي منها عاصمة حطام السفن. مات الكثير من الناس في هذه المياه لدرجة أنها وجدت أساطير عن الأشباح بين السكان المحليين والسائحون حتى يومنا هذا، يسبحون حرفيا بين الجثث. عام 2022 قضت مونيكا سيشتر إجازتها في جزيرة مغناطيسية تسبح في المحيط قبالة شمال أستراليا. عندما عادت الفتاة إلى المنزل وبدأت تنظر في صورها، لاحظت تفاصيلا مروعة في إحداها. في الخلفية مدت يد شبحية إلى ساقها، تبين أن هذا هو طرف مقطوع من هيكل عظمي بشري. وفي عام 1770 لاحظ الكابتن جيمس كوك وهو يبحر في هذه المياه أن بوصلة السفينة كانت معطلة كما لو كان هناك مغناطيس قريب. هذه هي الطريقة التي حصلت بها الجزيرة المغناطيسية على اسمها من جراء هذه الحالة الشاذة التي لا يمكن تفسيرها والمياه المحيطة بالجزيرة المغناطيسية. بشكل عام فإن ساحل القارة بأكمله الذي يبلغ طوله حوالي 13,000 كيلومترا مليئا بحطام حوالي 1600 سفينة غارقة، وفي هذه المياه لا يزال يتم العثور على بقايا جثث البحارة القتلى. منذ نهاية القرن السادس عشر أصبح هذا المكان مقبرة للسفن الهولندية والبريطانية والبرتغالية التي كانت في طريقها من أوروبا إلى أندونيسيا. ذهبوا إلى أقصى الشرق في مياه أستراليا الغربية ثم اختفوا. لكن مع ذلك ترتبط الأحداث الغامضة بمثلث الشيطان، كما لو كان الحديث من خلال والكي تلكي. شيء ما يحدث في السماء تفتح. كانت هذه الكلمات الأخيرة لطيار مقاتل ياباني في أغسطس عام 1945 أثناء تحطم الطائرة فوق هذه المنطقة. يمتد مثلث الشيطان على مياه المحيط الهادئ بالقرب من طوكيو. وفقا للأساطير القديمة، اعتاد الناس على الاعتقاد بأن المحيط كان موطنا للتنانين التي هاجمت البحارة. يقال أنه مجددا في عامي 1274 و 1281 حاول قوبلاي خان الخان العظيم الخامس للإمبراطورية المغولية وحفيد جنكيز خان غزو اليابان، ومع ذلك فقد في كلتي المرتين سفنه في ظروف غامضة وحوالي 40,000 من أفراد الطاقم. اعتقد اليابانيون أن الآلهة هم الذين أوقفوا الغزاة. في وقت لاحق في بداية القرن العشرين غالبا ما تغرق سفن الصيد والسفن الحربية في هذه المنطقة. أيضا دراغون دريانجل سفينة أبحاث بها مئات العلماء الذين حاولوا كشف الشذوذ واختفوا دون أن يتركوا أثرا. لكن الشيء الأكثر إثارة هو أن مثلثي ديفل وبيرمودا متشابهان جدا، يقعا على نفس خط العرض وهو على الساحل الشرقي للكتل القارية الكبيرة. في مثلث الشيطان وكذلك في بيرمودا توجد أيضا واحدة من أعمق النقاط البحرية. هل تعلم ما هو؟ إنه خندق ماريانا. هاتان الحالتان الشاذتان مثل التوائم، ومن المحتمل أن الطيار الياباني الذي صرخ وهو في السماء التي فتحت أمامه دخل في نفس نفق السحاب مثل طائرة بيتش كرافت بونانزا. لكن هناك مكان في أمريكا أكثر ترويعا من مثلث بيرمودا ومثلث الشيطان مجتمعين. لمئات السنين حدثت العديد من الأشياء الغريبة في منطقة بحيرة ميشيغان، ومعظمها لا يمكن تفسيره منطقيا. لكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام أنه بعد جمع مواقع جميع الحوادث على خريطة واحدة، وجد الباحثون أن المنطقة الخطرة في هذه المياه تشكل أيضا شكلا مثلثا أطلقوا عليه مثلث ميشيغان، يقع في وسط أكبر بحيرة أمريكية ميشيغان، وفيه العديد من الكوارث الغامضة. على سبيل المثال عام 1950 رحلة الخطوط الجوية الشمالية الغربية رقم 2501 سافر على متنها 55 راكبا و3 من أفراد الطاقم من نيويورك إلى مينابوليس، وهي تحلق فوق مثلث ميشيغان. بدأت وكأنها تختفي في الهواء، ولكن هنا لا تختفي الطائرات والقوارب في ظروف غامضة فحسب، بل يختفي أيضا الأشخاص الذين ساروا على طول الساحل.
عام 1978 طالب في جامعة ميشيغان المسيحية الخاصة ستيفن كوباي كان يتزلج على ضفاف بحيرة، ولكن ذات يوم اختفى دون أن يترك أثرا. عندما بدأت الشرطة في البحث عنه لاحظوا أثار أقدامه. تزلج على طول شاطئ بحيرة ميشيغان ثم اختفى فجأة. من جراء عدم وجود أي دليل آخر اعتقدت الشرطة أن الشاب قد ضاع وتجمد حتى الموت. رغم أنه لم يتم العثور على جثته، كانت عائلته في حالة حداد على فقدانه، لكن فجأة بعد عام تم العثور على ستيفن على قيد الحياة وبصحة جيدة. أكثر من على بعد 1000 كيلومتر من مكان الحادث. عندما سئل عما حدث في ذلك اليوم ولماذا انتهى به المطاف في هذا المكان، لم يتذكر الشاب شيئا مطلقا. وهذا ليس اللغز الوحيد لمثلث ميشيغان. في الجزء السفلي تم العثور على هياكل قديمة غامضة، ومع ذلك الآن يحتفظ الباحثون بهذا المكان سرا. ووفقا للرواية الرسمية تم ذلك من أجل حماية الآثار القديمة تحت الماء من المخربين. حاليا لا يعرف العلماء سبب إنشاء هذه التراكيب الحجرية، الطبيعة أو الإنسانية أو أي شخص آخر. يقول السكان المحليون أنهم غالبا ما يرون أضواء ساطعة فوق الماء، ويعتقدون أن الهياكل الحجرية والكوارث في هذه المنطقة مرتبطة بطريقة ما بالأجسام الطائرة. عام 1883 قال البحارة في زورق القطر الخشبي ماري ماكلين أنهم رأوا كتلا ضخمة من الجليد تتساقط من السماء فوق البحيرة ل30 دقيقة. لم يتوقف هذا المطر الغريب وكان قويا جدا لدرجة أنه ترك خدوشا على السطح الخشبي للقاطرة، حتى أن أفراد الطاقم احتفظوا بقطعة كبيرة من الثلج في المخزن لإظهارها كدليل إذا لم يصدقهم أحد. لكن رغما من كل جهود شهود العيان على الحالة الشاذة، إلا أن قصتهم لا تزال تعتبر كذبة نظرا لعدم وجود تفسيرات منطقية للأحداث في المناطق الشاذة. تتجاهل الحكومات ببساطة وجود مثلثات خطيرة لم يتم تحديدها حتى على خريطة العالم، وبالتالي من سنة إلى أخرى يتعرض ركاب الطائرات وأطقم السفن وحتى السياح العاديين لمخاطر قاتلة هناك. تم حفظ الأدلة على الحوادث في مثلث بيرمودا ليس فقط في الصناديق السوداء. في الوقت الحاضر يمكن بالفعل ملاحظة مثل هذه الكوارث في الوقت الفعلي. في 2015 خرج صبيان يبلغان من العمر 14 عاما من فلوريدا سرا عن والديهم وذهبوا إلى جزر البهاما وشاركا كل شيء على سناب شات. فجأة نشر أحدهم مقطع فيديو لعاصفة مقبلة مع تسمية توضيحية مأساوية. وفي 2016 عثر خفر السواحل بشكل غير متوقع على قارب بيري كوهاين وأوستن ستيفانوس بالقرب من ساحل بيرمودا. على الأرجح جلبت العاصفة الأطفال إلى مثلث بيرمودا. كان القارب فارغا ولم يتم العثور على جثث الأولاد.